والنبي وفر الضحك والفرفشة وخفة الدم والهزار اللي بتعمله مع زمايلك في الشغل لمراتك وعيالك في بيتك. ما تبقاش عمال تهزر وتضحك مع زمايلك وتدخل البيت تقلب الوش الخشب والبوز. لو انت حاسس ان انتاجك من الضحك والفرفشة ضعيف فبيخلص اول ما بتدخل البيت، يبقى ما تستهلكهوش كله في الشغل، وفره احسن لمراتك وعيالك. مراتك اولى بيه. ساعات بلاقي شخص متفاهم جدا وبشوش مع الناس اللي بره، لكن مع مراته وولاده لا بيعرف يتكلم ولا يتفاهم ولا حتى يضحك. مراته تشوف تعاملاته بره تستغرب، مين ده؟ ذوق وأدب ولطافة، يدخل البيت يتحول. فك شوية، مش كده، ده تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك بقى بمراتك اللي بتستناك طول اليوم علشان تتكلم معاك كلمتين. وعلى فكرة كل واحد فيه اللي مكفيه، يعني زي ما انت طالع عينيك في الشغل هي كمان طالع عينيها في البيت ومع الأولاد، يعني الحكاية مش ناقصة نكد. مراتك ليها حق عليك.